التليفون ده ولا ايه؟ الو. الو. مين معايا؟ كريمة، ازيك؟ عاملة ايه؟ انتي فين يا بكاشة؟ بقالي اسبوع ما شفتكيش. حر واي حر. انتي عارفة انا صاحية النهاردة من الساعة 7 الصبح، رغم ان احنا لسه في الاجازة، ومعرفتش افطر غير سلطانية زبادي وتفاح. يلا اهو اخست شوية لحد اخر الاسبوع، عشان كده كده طالعين اسكندرية ان شاء الله اخر الاسبوع، فيبقى شكلي حلو في المايو الجديد. بعمل ايه؟ اديني يا ستي طلعت البلكونة شوية اهرب من الحر واقرا العدد الجديد من مجلة اخر ساعة. اه، نزل النهاردة. ايه ده؟ هو لسه عمو معاقبك؟ برضو مانع عنك المصروف والخروج؟ بس بصراحة عنده حق، في حد يسقط في 4 علوم؟ امال لما نخش الجامعة هتعملي ايه؟ يا ستي ربنا يكرمك بالعريس اللي يبعدك عن كل التعليم ده. قاعدة زهقانة، ذاكري يا ستي للملاحق اللي وراكي. يعني ايه اقرالك المجلة كلها في التليفون؟ في حاجة اسمها كده؟ انتي عارفة ان بابا بيطمن علينا كل شوية اصلا في التليفون، هشغله قد ايه؟ اقرالك الاخبار المهمة؟ طيب يا ستي، بس ما تعيطيش، اديني دقيقة بس اروح اجيب المجلة. وادي المجلة يا ستي. بص يا ستي، صفحة الغلاف النهاردة رسمها الفنان بكار، لوحة لذيذة قوي، فيها بنوتة جميلة لابسة مايو أحمر في برتقاني، وماسكة في ايدها صنارة وبتصطاد سمك. تعالي بقى اما اشوفلك الحاجات اللي انا عارفة ان هي هتهمك. طبعا انتي تعشقي النميمة، فعشان كده هبدألك بصفحة ناس وراء الأخبار. أول خبر اللي واخد المنشط الأساسي: ملكة الجمال تحصل على التاج ثم تهرب عند الفجر. بص يا ستي الخبر بيقول ايه: ريما دندش ملكة جمال الإقليم السوري لسنة 1960 اتبعت تقليد جديد في تتويجها على عرش الجمال هذا العام في الإقليم السوري. فقد دعيت الأستاذة ريما ملكة الجمال لحفل ساهر، علشان في الملكة القديمة اللي هي بتاعت سنة 56 عايدة القشماني إن هي تلبسها التاج. البنت الجديدة دي اللي هي ريما دندش عندها 17 سنة، ومن سنتين بس حصلت على البكالوريا، وبعدين بتدرس باليه لحد دلوقتي. المهم في الحفلة الجديدة سهرت لحد الفجر، وبعد ما انتخبوها كانت عايزة تهرب، قالت لهم بالظبط دخيل الله: اتركوني أريد أن أذهب لبابا، هو قاعد هناك في انتظاري. وكمان احتفلوا بعيد ميلاد العقاد. فكريني صحيح ان انا في اخر المكالمة بعد ما اخلص معاكي لازم اروح ارجع الكتاب بتاعه للمكتبة قبل ما اسافر ان شاء الله في اخر الاسبوع. شوفي يا ستي، الاستاذ الكبير عباس محمود العقاد كان في بيته يوم الجمعة اللي فات بيستقبل الزائرين علشان يهنوه بحاجتين: اول حاجة ان هو فاز بجائزة الدولة في الادب، ثانيا ان هو بعيد ميلاده. فدخلوا عليه مجموعة من تلامذته ومعاهم تورتة كبيرة فيها 7 شمعات كبار وشمعة صغيرة، ده لأنه هو تم 71 سنة، فالشمعات الكبار بيرمزوا ل70 سنة، والشمعة الصغيرة بترمز للسنة اللي فاضلة. غير كده بقى في تلميذ ليه مخضرم اسمه طاهر الجبلاوي، كان ده بقى عنده بتاع 65 سنة هو كمان، ولع الشموع ومرة واحدة نفخ فطفاها كلها. بعدين بقى جات له هدية غريبة تانية، كان واحد من تلامذته من الصعيد جاب له خروف، والناس اللي قاعدة في العيد ميلاد قالوا لازم نذبح الخروف ده تحت رجلين أستاذ عباس. بس المهم أستاذ عباس ما عجبوش الكلام ده، وفضل إن هما يذبحوا الخروف بره بره البيت. أما تلميذه التالت بقى يا ستي
جاب له هدية حقيبة ورق بس. وده الخبر عن عيد ميلاده. صحيح، دي بقى كنت حاجة عايزة اقولها لك. تعرفي ان في ناس بطلت تاكل لحمة مسميين نفسهم النباتيين. واحد اللي ابتدع الطريقة دي اليومين دول واحد اسمه المستشار كامل البهنساوي، وهم راحوا عملوا معاه لقاء. بصي يا ستي، الجمعية دي أعضائها ما بياكلوش أي نوع من اللحمة، مسميين نفسهم حاجة اسمها جمعية النباتيين. الظاهر بعد الارتفاع الأخير في أسعار اللحمة الناس خلاص هتقضيها فول وبصل. المهم يعني عملوا معاه لقاء وكده، لقوا ان هو بيفطر ويتغدى فاكهة وخضار وجبنة، هو ده فطاره وغدا وعشاه. وهو قال لهم اللي هو المستشار البهنساوي ان الجبنة دي فيها بروتينات اكتر من اللحوم، وان هو الجمعية بتاعته واخدة لنفسها شعار اسمه الانسانية والطبيعة. فالمهم يعني الصحفي سأله هل انت بتتضرر نفسيا لما بتشوف حد بياكل قدامك لحمة؟ قاله لا بصراحة هو حر، مقدرش ألومه على شغفه في أكل اللحوم، بس أنا فقدته. الصحفي سأله أنت إزاي أصلا بقيت نباتي؟ قاله إنه من هو وهو طفل كان منظر ذبح اللحوم بيأذيه، وعمره ما رضي ياكل لحمة أبدا مهما حاولوا معاه، وما كانش بياكل من اللحوم غير صدر الفراخ. لكن في مرة لقى راجل سكران بينهش في صدر لحمة، ومن ساعتها خلاص قرف تاني من إن هو ياكل لحمة أو فراخ، وما بقاش ياكل صدور الفراخ حتى. المهم يعني قاله عمرك قريت عن النباتيين المشهورين؟ قالوا ان النباتيين ليهم فلسفة خاصة، زي مثلا ابو العلاء المعري. وبيقولوا كمان ان علماء الجيولوجيا اثبتوا ان الانسان في العصور الاولى ما كانش بياكل سوى الفواكه والبقول والحبوب، لانه ما كانش عنده نار يعني، فكان هيسوي اللحمة على ايه. وان في ناس كتيرة عايشة على الموضوع ده، زي افلاطون والتولستوي وغاندي وابو العلاء المعري. انا مره سمعت برضو ان في رجيم ممكن نعمله يا كريمه بالطريقه دي عشان نخس شويه. مش عارفه، فكري كده وقولي لي رايك لما ارجع من السفر. خبر عن العمال اللي بيبنوا السد العالي، بيقولك يا عيني عايشين في درجه حراره تحت 50. والله فكروني باخويا امجد، بقاله 35 يوم منزلش ولا اجازه. كلمناه اخر مرة من اسبوع وقال ان هو احتمال هيقدر يحصلنا على اسكندرية. يا رب، نفسي اشوفه، وحشني قوي. وشوفي يا ستي بقى كاتبينلك كمان لما تروحي البلاج لو لا قدر الله في حد غريق شفتيه، يعني ممكن تساعديه ازاي. اول حاجة لو هو في متناول ايدك يعني قريب منك، ممكن ترميله حاجة زي حزام البنطلون وتسحبيه على الشط. بس الخبر ده اثار استغراب يعني، او النصيحة دي، اصل الناس على البلاج ما بتبقاش لابسة حزمة بنطلون، بيبقوا لابسين المايوهات. تاني حاجة لو هو بعيد شوية ممكن تعمله سلسلة بشرية، يعني حد يمسك ايد حد يمسك ايد حد، والاولاني خالص يبقى ماسك في صخرة ثابتة مثلا، والاخراني يبقى ماسك في ايد الغريق. وطبعا عملوا اللي هي العوامة الجديدة دي او طوق النجاة، ممكن ترميهوله. يا رب ما يحصلش حاجة وحشة في المصيف السنة دي. وطبعا بقى عاملين لوحات لبكار رائعة اسمها صيف بلدنا، واللي كتب عليها التعليقات الصحفي أحمد الصاوي. بص يا ستي، أول صورة عبارة عن الصيف في المنطقة الشعبية اسمها البلاش في القاهرة، أكيد قصده يعني الناس اللي ما تقدرش تسافر وتروح مصيف. بيقولك الكورنيش من شبرا الحلوان حلو، منتزه القاهرة ومرتع الذين لا يهجرون العاصمة الجميلة في عز الهجير. وليس أجمل من ليالي القاهرة وجوها النقي وسمائها الصافية الأديم، لقد جاء الصيف. وصيف القاهرة متميز بالبساطة والبراءة. القلة الفخار القناوي هي الفريجيدير اللي بتستمد تيارها الكهربائي من الهواء، وبياع الترمس واللوز غدا كتير بقرش صغير، وبياع العرقسوس. بصراحة أنا معرفش الناس بتشرب العرقسوس ده ازاي. أنا في رمضان لما ماما بتحطه
ببقى زعلانة جدا، ساعتها ما بفطرش غير على المية. وكان رسم برضو جزيرة الشاي، والبنات بتأكل البجع الجميل. فاكرة باليه بحيرة البجع اللي احنا شفناه آخر مرة في الأوبرا سوا؟ أتمنى نروح نشوف عرض باليه تاني. وعامل لك صورة بقى لذيذة للدب القطبي في جنينة الحيوانات. وتخيل ان الدب القطبي دلوقتي اكيد تعبان من الحر جدا، وتخيل ان في بنت لابسة عباية ملاية لف لابسة وبتتفرج عليه. وصور بقى للبنات لابسين مايوهات في بلاج اسكندرية، لطيفة يعني. وطبعا في صورة للموظف وهو راجع بالبطيخ في الأيام الحر. ما بحبش أنا البطيخ ده خالص، بحب المانجا أكتر. انسي ايه رأيك؟ وشوفي بقى يا ستي وشوفي بقى يا ستي الصفحة بتاعت النص الحلو. مقضيين 24 ساعة في حياة كل عروسة قبل الزفاف. بصي يا ستي العروسة عملت ايه علشان تطلع جميلة في يوم فرح. العروسة اسمها أمال الطبي، عندها 22 سنة. بصي يا ستي الحاجات اللي عملتها قبل يوم الفرح. أول حاجة إن هي صحيت الساعة 10 الصبح، دخلت الحمام واستحمت بمية دافية، وبعدين عملت تنشيط للدورة الدموية بإن هي كانت بترش جسمها شوية بالمية السخنة وشوية بالمية الباردة. وكررت العملية دي عدة مرات. وبعدين استخدمت ستيك مزيل العرق عشان تزيل ريحة العرق. وبعدين حطت على جسمها كله كولونيا، ولما جف خالص حطت عليها بودرة التلج علشان يبقى جلدها ناعم. بعدين الساعة 3 بعد الظهر خدت فترة راحة صغيرة كده، غمضت عينيها وفي قيلولة صغيرة بس حطت على عينيها كمادات شاي عشان يروح أثر الإرهاق. الساعة 4 اتأكدت من فستانها اللي عملته لها على فكرة مدام أمينة زغلول، واتأكدت من الطرحة وكل حاجة وقعدت ترتاح. الساعة 7 بدأت تعمل الميك اب بتاع وشها اللي عملته لها مدام سقراط علشان يبقى شكلها حلو في الحفلة. كانت هتبدأ الساعة 9. أول حاجة حطت كريم أساس مناسب للون بشرتها وقعدت 3 دقايق، وبعدين حطت بودرة لمدة ساعة علشان يبقى شكل وشها متماثل. وبعدين شالت البودرة الفاتحة بورق التواليت وحطت مكانها بودرة غامقة في الأماكن اللي هي بارزة شوية من وشها. وبعدين حطت شوية أحمر خدود عشان شكلها يبقى طبيعي. وحطت برضو على فكرة اي شادو بسيط جدا، وقلم الحواجب رسمت بيه فوق جفنها بطريقة بسيطة بس، وخدت لون أحمر على فكرة شفايف من اللون الفاتح، بيقولوا إن هي دي الموضة. واخر حاجة حطيتها البارفان. بس كده. شكل العروسة أمور جدا على فكرة، وفستانها لذيذ. كان نفسي اقدر ابعتلك الصورة في التليفون. وشوف يا ستي موديلات المايوهات للسنة دي. بيقولك ان الموديلات اللي جاية من فرنسا السنة دي الحشمة بتسيطر على الموضة. ان السنة دي هيبقى بدل قصة البيكيني العالية هيبقى فيه هوت شورت، وكمان هيبقى المايو نص كم. اتمنى بقى لما اشتري المايو ده بابا ما يعملش معايا مشكلة زي كل سنة ويقولي لازم تنزلي البحر الساعة 6 الصبح قبل ما يتزحم. يعني ايه انا يبقى في اجازة وانزل البحر 6 الصبح؟ وشوفي النكتة الجديدة اللي كاتبينها في صفحة ابتسم من فضلك. بيقولك لست أدري لماذا نريد أن نسمع أم كلثوم في لحن لعبد الوهاب، مع إن اللحن لو طلع على مزاج أم كلثوم هيبقى لحن للصنباطي، ولو طلع على مزاج عبد الوهاب هتبقى أغنية النجاة الصغيرة. لا واسمعي بقى، عاملين ريبورتاج عننا عن المعادي، مسميينها المدينة الفاضلة. بيقولك يا ستي ان احنا ناس محترمين جدا، ان احنا بدون حاجة للدولة بنحافظ على التقاليد وكل حاجة.
ان احنا قدرنا بجهودنا الذاتية نرصف الشوارع ونوصل المياه الحلوة عشان نروي الجنينة، وان احنا بنكرم رجال الشرطة كل سنة باعتبارنا ان احنا الضحية الوحيدة اللي ما بيحصلش فيها اي جرائم، حتى جرائم المنزلية. وكمان ان احنا عندنا مدرسة للمتفوقين، حتى بيقولك ان المدارس عندنا معظمها المجاميع بتبقى فوق 90%. وكمان مصورين أستاذ محمود النادي وهو بيدرب الأطفال الصبح على الألعاب. وكمان دخلوا لحرم الأستاذ أحمد شريف وصوروا ديكور بيتها. أنا ماما مرة دخلته وقالت لي إن هي ست ذوقها عالي جدا. وصوروا أستاذ أحمد البكري شيخ مشايخ الطرق البكرية، بابا يعرفه من بعيد وقال لي إن هو راجل محترم جدا. وقعدوا بقى يتكلموا عن وقعدوا بقى يتكلموا عن ازاي ان احنا بنتفسح طول النهار بالعجل وقعدوا بقى يتكلموا ان احنا ازاي بنتفسح بالعجل طول النهار، وان احنا بنفضل العجل على العربيات. حتى النادي اللي بنسهر فيه للساعة 2 بالليل اتكلموا عنه، وعن مدرسة الباليه، وعن الغابة الحجرية. وكمان اتكلموا عن ان الجنسيات هنا عدوا ان في حوالي 10 جنسيات مختلفة وعايشين كلهم مع بعض بدون اي مشاكل. تعتقد يا كريمة ان في يوم من الايام مصر كلها ممكن تبقى شبه المعادي؟ بس يا ستي، دي كانت كل الأخبار في المجلة والله ما فوتت عليكي إلا الأخبار السياسية، وأنا عارفاكي زي مالكيش تقل عليها. طيب، باي باي، أسيبك بقى.